هوايتي معروفة عند الكل والجميع، ألا وهي تربية الحيوانات بشكل عام. أنا اليوم عندي زباين من أوروبا يتصلون فيني على أساس أوفر لهم كلاب في أوروبا. لهالدرجة في ثقة وفي الحمد لله مصداقية في الموضوع. مو بس شغف، لكنه مربي حيوانات بالفطرة، انولد وياه حب هذا المجال. من الطفولة كان يربي قطط وكلاب الشارع، وكبر وياه هذا الشغف وتحول لمشروع تجاري اسمه يوسف بحرين وورد للحيوانات. تربية الحيوانات هي بشكل عام مو هواية كثر ما هي رغبة وحب. السلام عليكم. تعال. هذا البودل أو التوي بودل، طبعا هذا الكلب مستورد من روسيا، حاليا عمره 2.5 سنين. طبعا هذا الكلب بكلف في حدود $3000، يعني أي ما يقارب 1200 دينار. طبعا هاي جايب لنا وحاب منه، اسمه كوتشي. قبل 20-25 سنة ما كان في البحرين هذه الأنواع من الكلاب، كانت أغلبها كلاب السائبة في الشارع. كنا نستهدف هذه الكلاب نصيدها ونربيها في الشارع بدون أي ترخيص وبدون أي حق أيضا، يعني إنه طريق عام وإحنا نقعد نربي فيه. أنا في هذا المجال شفت نفسي وطلعت على مستوى البحرين وطلعت على مستوى الخليج، واليوم وصلنا إلى أوروبا يتكلمون عن البحرين باسم يوسف. يعني أنا واجد شفت نفسي محمل مسؤولية أكبر من الطموح اللي كنت ساعي لها. يملك يوسف في هذا المكان 200 حيوان، ويستقبل قطط وكلاب الشارع المشردة. احنا لو منحط للحيوان دينار واحد في اليوم بكلفني في الشهر 200 دينار لو في اليوم، فانتين قاعد تحطين مبلغ أكثر من 2500 دينار ل 3000 دينار فقط للتغذية بدون العلاج. والله موضوع الخوف، احنا دائما كمربين حيوانات نقول ان الحيوان اذا حس ان انت خايف بيكون عدائي وياك. انا بشكل عام يعني يمكن هذا الشيء من الله، ان الخوف انشال من داخلي، فما عندي مشكلة اني اواجه اي حيوان سواء كان مفترس او كان اليف، فقط اني اعطيه الامان واعطيه الثقة وهو بيبادلني بنفس الشعور. طبعا وقت اللي الشخص يفكر انه يحول شغفه وهوايته حق مشروع ناجح، لازم يرتكز على ركيزة أساسية، ألا وهي الصدق في المعاملة. اليوم الطموح هو العالمية، يعني في فكرة احنا راح نزرع بذرتها في البحرين ونحتاج ان هي توصل إلى العالم كله. لما يكون الحب هو الدافع، أكيد إن هذه الطاقة راح تنتشر، وبالفعل كل زوار يوسف يوصلهم شعور الألفة مع الحيوانات، ومن البحرين للعالمية يطمح بنشر فكرة رعاية الحيوانات.